واحد يرمي نفسه في الموقف ده يا اما مش مقدر قيمة حياته يا اما عنده هدف مصمم يحققه بأي تمن. اوما توكيتا، سؤالي ليك، ليه بتشارك في مباريات الكنجان؟ انا مش هقتلك، انا هدمرك. عيلة كورية عايشة بالسيف بقالها 1300 سنة من ايام فترة نارا. الصراع الطريقة الامثل لحله، قول لي ايه رأيك؟ باسم رئيس جمعية الكنجان بعلن بداية بطولة ابادة الكنجان. لو قدرت تهزم الناب بتاعي في المعركة خد الحياة اللي بتستناك بعد الابادة لنفسك، زي الفيديوهات اللي عملتها قبل كده وكان فيها قصة بسيطة. الفيديو ده نفس الاسلوب بس فايتات اكتر بكتير. الانمي ده حرفيا ملاكمة صافية ومعاه شوية حبكة. بس قبل ما ندخل في التفاصيل عارف ان شكله ممكن يضايق ناس لانه CGI، وانا في الاول حسيت انه غريب برضه، لكن اديت له فرصة. الناس بتحب تقارنه بباكي، لكن بصراحة انا شايف ان كنجان احسن، على الاقل لما تيجي للقتالات. الفرق بينهم ببساطة، باكي عبارة عن سوبر بشر احيانا بيستخدموا فنون قتالية، لكن كنجان هو فنون قتالية بحتة ومعاها لمسة سوبر بشر. فهمني؟ بقول لك ايه، كفايه كلام، يلا نبدا. اول 30 ثانيه واحنا خلاص هنشوف اول فايت، والسبب ما الراجل العجوز ده متحمس جدا. اول حاجه فكرت فيها الوزن مهم في القتالات. الراجل ده طوله اكيد 6.5 ووزنه 250 رطل عضلات صافيه، والتاني مش اكتر من 6 قدم ووزنه حوالي من 170 ل 180 بالكاد. الوضع شكله مش في صالحه، لكن افتكرت اني بتفرج على انمي والناس هناك بتتولد وهي عارفه تضرب. الراجل بيقلع التيشيرت بتاعه فجاه واكيد الترزي بتاعه كان هيبقى متغاظ لو شاف المنظر. بعدين بيبدا يصد كل حاجه بتتضرب عليه. بصراحه حركه كسر الزجاج بالخطوه كانت عبقريه، حتى لو اللي عمله بعدها كان فاشل، قرأوا زي الكتاب. وبعدين الراجل بيقول له هتفضل تهرب؟ انت اللي طلبت القتال ده، هاجم بقى. والتاني بيرد طيب خد كده، ايه اخبار مناخيرك دلوقتي؟ بعدها الراجل بيدخل في نوبه غضب ويهاجم، لكن المره دي في حركه بطيئه، بيمسك دراعه يكسر الكوع وبعدين ياخد الكتف كعرض اضافي. لو حد عمل فيها كده هعمل نفسي ميت على طول، مش هسمح له يكمل ضربه فيها اكتر من كده. وبص على وشه وشكله بيقول يا جدعان هو ده كان ضروري؟ يوم تاني لكنه بيتصلب مكانه، وبعدين يضربه برجله مستقيمه زي فيجيتا وينهي الموضوع تماما. بيضربه دبل كيك في وشه، واحده في بطنه، وبعدها بيخبط على دراعه اللي اصلا متدمر. ومع اخر ضربه كانت اللعبه خلصت، بس قال لك لا لسه في واحده كمان ليك. وبعدها يمشي بكل برود كأن ده حدث اسبوعي، عنده ميعاد ثابت كل 3 للضرب. نرجع بقى للراجل الكبير اللي كان بيتعامل مع رئيسه اللي عنده جنون سلطه، وفجاه بيتسحب لمقابله مع رئيس الجمعيه. وده بقى بدأ يفتي ويقول ان العنف ضروري، بس العنف الغير منضبط ملوش لازمه، ويدينا قصه حياته كلها عشان يبرر كلامه. حاجه عن ان زمان التجار لما كانوا بيختلفوا كانوا بيضربوا بعض، والتقليد ده لسه مستمر لحد النهارده. وطول الوقت الراجل الكبير قاعد كده وبيقول لنفسه طب وايه علاقه الكلام ده بيا؟ وكل ده عشان يبلغوا ان في بطوله جايه. وطلع ان اللي هيقاتل باسم الشركه هو نفس الراجل اللي كان اوما مخلص عليه في الزقاق. مش عارف اوما كان مخطط لكل ده ولا لا، بس دلوقتي هو اللي هيقاتل باسم الشركه، والراجل الكبير اتكلف انه يكون الوصي بتاعه. نروح بقى قدام شويه لما الراجل الكبير راح عند بيت اوما، والراجل ساكن في اخر الدنيا، محتاج خريطه عشان توصل للمكان ده. والاغرب انه اصلا مش بيته الحقيقي، لا مبنى مهجور، وقال ده ينفع. الجرس مش شغال والارضيه بتقع، والاسوأ ان اوما بيطلع عليه فجاه وعليه دم من ساسه لراسه، وعنده الجرأه يساله انت بتعمل ايه هنا؟ يا عم انت الغريب مش هو. فجاه الراجل يلف وشه ويلاقي خنزير بري عملاق، وده كان اكله النهارده. اكيد مفيش لا ملح ولا توابل، هياكلها كده طازه من الطاسه زي انسان الكهف، والطعم اكيد متفحم. لكن فجاه حس الخطر زي سبايدر مان كده. 2 عشوائيين بيقتحموا البيت عايزين يقتلوا اوما، والراجل الكبير اول ما شاف واحد فيهم عرفه على طول، طلع ده كيك بوكسر مشهور من روسيا. الراجل يقرب واوما يضربه ببطء زي ما يكون فيلم بطيء. اقتحمت البيت، ما تتوقعش معركه عادله. الواد التاني بيحاول يدخل يساعد صاحبه، لكن الروسي بيوقفه بيقول له لا انا قلت لك انا هخلص عليه بنفسي. طبعا يا معلم، ورينا هتعمل ايه. بس انا النهارده ما كانش يومه خالص، اقتحم بيت واحد واتدمر. واحد بيطلب خناقه عشان يتاكد انه تمام، وبعدين يتصفى على ايد صاحبه. ايوه انا عارف انه دلوقتي في الاخره ومتغاظ لاقصى درجه، مفيش حاجه مشيت معاه زي ما كان مخطط. بس الغريب ان هو ما غناش معاه اصلا، قال له بس اشوفك بعدين. بعد كده فعلا بيجي اليوم ده والاستعدادات شغاله للماتش. القتال ده بقى تحت اوامر رؤسائهم، واللي هيكسب شركته هتاخد حوالي 900 مليون لبناء مبنى في المنطقه دي. كنت فاكر انها هتكون مواجهه فرديه، لكن لا، في جمهور مليان اغنياء بيحطوا رهانات. وبما ان ليميليون لسه انديفيتد الكل حط فلوسه عليه. بس اللي انا عايز اقوله جهز محفظتك. بيبداوا يجروا وليميليون يدخل في الضربه عشان يقلل الضرر، بيصدها بسهوله وبيعمل دبل ويف يصد ضربه ثلاثيه وبيخطر الخلف. وهنا بيبدا العرض ضربه ورا ضربه لحد ما يبدا يهد معصامه. الحمايه دي مش هتفضل للابد، وهو بدا يكسرها، لكن ده كان هيبقى سهل قوي. ليميليون فعل المهاره النهائيه بتاعته، وقوه قبضته تسمح له يستخدم صوابعه كانها شفرات. دلوقتي مش مهم الدفاع عامل ازاي، لانه بيقطع الجلد مباشره. والراجل واقف بيبتسم زي الاهبل، بس هو ما صحح له ما تفكرش الموضوع هيبقى سهل كده. طلع انه قدر يمسك رجله في اخر ثانيه ويخفف الضربه. كنت بدات احس ان ليميليون ممكن يكون شخصيه كويسه، لحد ما بدا ينادي الناس بالبشر كانه مش منهم. كان بيدعي انه بطل خارق عظيم، وبدا يقعد يهري عن قصه حياته. واوما كان واقف بيقول لنفسه حلو وشكلي اكل ديك رومي النهارده. يدخل وشه في وش ليميليون
اللي يحاول يضرب الضربه القاضيه، لكن اوما كان محضر حركه بسيطه يسد بايده. طلع ان الشفرات بتشتغل بس لما يكون في حريه كامله للحركه، واوما قرر يوقفه بحركه هاي فايف عاديه يصد الضربه الثانيه، وليميليون يحاول يستخدم القوه الغاشمه بس مش عارف ايه اللي حصل وركبه وقعت، واوما ما سابش ايده، حركه على جنبه وضربه في دقنه. بس استنى شويه، ما تنساش الضرر الدماغي، واول ما ليميليون كان هيهاجم تاني اوما غير الايقاع تماما، ضربه في خلفيه راسه خلى دماغه تخبط في الحيطه لدرجه انها اتشققت. القتال ده خالص اكيد الراجل ده مات. اولا شق الارضيه، وبعدين اعاد تصميم جمجمته، كان المفروض يبقى في عظمه هناك لكن دلوقتي في فجوه. بعدها واوما كسب، استخدم شويه من الفلوس القتال، والناس بدات تساله ليه دخلت في الموضوع ده اصلا. قال حاجه عن انه عايز يثبت انه الاقوى وكان بيدور على شخص معين، وبعدين المشهد بينتقل لشخص تاني مع رقبته ملفوفه، ويبان ان الكل في الغرفه اتصفى. هو الغريب ان الشخص ده بيدور على اوما، لكن الانمي ده ما بيضيعش وقت، اوما راجع للقتال على طول، المره دي مع زجريت خالي. الراجل ده بيتكلم كتير قوي، اوما يضربه لكمه شمال في جسمه وراها يمين مباشر ودبل كروس كومبو ممتاز، لكن الراجل اكل كل ده وما وقعش. يضربه بالدراع فوق الكتف ويهرب من ضرب البوت الحديد، وبينحني شمال على الضلوع يمين على الصدر، حرفيا طلع البحر من بقه. ويحاول يهرب من الضربتين لكنه بياخد فرونت كيك على طول. لو انت ركنت العربيه هناك كنت هبقى على جنب واعيط زي العيال الصغيره. خالي بعدها يبدا يتكلم عن ازاي الناس العاديه عندهم فرصه يهربوا، لكن المصارعين المحترفين دورهم يواجهوا كل حاجه وجها لوجه، وهما بيتريق عليه، يمشي ناحيته يقرص دراعه ويضحك في وشه ويقول له انه جبان عشان فكر يهرب. الكلمه دي جننته بجد. بيمسك كتفه ويلفه وكانه طالع رحله مدرسيه، وكل اللي محتاج يعمله انه يحرك ايده، بس شكله مستمتع وهو بيضرب في الهواء. بعدها هما يخلصها ويضربوا على الصدغ ودبل على الفك وكروس على الوش، ويرجع يفتح وضع التنمر. خالي في حاله شلل تام، مش هكدب، بتمسك خد الراجل بالشكل ده وتبتسم، حاجه غريبه جدا. بعدين يرفعه ويرميه على الارض ولسه ما خلصش، يمسك دماغه كلها ويحمس الجمهور، وبعدها يضربه بحركه الجيرمان سوبلكس، لكن خالي يقلب الحركه عليه ويضربه بواحده مزدوجه، هو دخله مدينه السوبلكس ببلاش. وبعدين خالي بدا ينفذ حركته القاضيه كسر الظهر، لكن هو كان سريع واستخدم طاقه سوكن واستعار شويه قوه، يهرب من حركه كسر الظهر، وفي نفس اللحظه يكسر له 3 صوابع. واضح انه اخد بوست طاقه وكمان شويه قدرات اضافيه، لانه كان بيضرب زي المجنون. يدخل عليه بهجوم لا ينتهي، يضربه بشمال قويه على الضلوع، ثلاثيه على الوش، دبل على الضلوع، وكل ده وخالي مبتسم. لكن فجاه يشحن طاقته ويضربه بشوريوكن قويه جدا، بس خالي شكله معمول على نظام دفاع فقط، بيضربه على صدره بايده المكسوره، وهما ما بيهتمش للحركات الضعيفه دي. يدخل بلكمتين على البطن، يشيك على دقنه وفرونت كيك 5 مرات ورا بعض، لكن خالي الغريب انه ماشي للامام وبيفادي بعض الضربات، وهما واقف يقول انت بجد جاي تنفذ حركه امساك ضعيفه جدا. وكل ما اشوفها اكتر كل ما اعرف قد ايه خالي فعلا تعبان، كل ضرباته بطيئه زي الكاميرا البطيئه، وسبب الوحيد انه لسه واقف انه معمول على نظام دفاع زي الراجل الضخم اللي في لعبه باتمان، وجوده بس عشان يضايقك. شوف عليه كل حاجه بتتفادى، وهو شغال بالكومبوهات المجانيه، ضرب على الجسم وهوك على الصدر. خالي بقى بيشوف نجوم. اخيرا خالي يوقف الضرب ويضرب بنطحه راس قويه، والراجل ده كبير جدا عشان يحمل دروب كيك، الحركه دي المفروض مقفوله لاي وزن فوق ال 100 كيلو، وبعدها ياخد ضربتين ويبدا يتفخر كانه ما كانش بياخد علقه حياته. بصراحه ما ينفعش اشوفك تفتح عجله الايموشنز بتاعتك تاني. بعدها بيجري مباشره ناحيه اوما ويحاول حركه تنافس الرياح الشكل الثنائي. تخيل تخسر قدام واحد بيستخدم تقنيات سيوف وهو اصلا ما عندوش سيف، حتى من غير سيف. بس بصراحه انا مش فاهم اوما ازاي يعرف الحركه دي اصلا، عمري ما شفت التقنيه دي من غير سلاح. وده الوقت اللي الزعيم ظهر فيه، كالعاده لازم يظهروا بطريقه مسيطره. ادخلوا اتكلموا شويه، باختصار اعلن ان بطوله كينجن رسميه، اللي يكسب يبقى القائد الجديد. واوما متحمس جدا لانه عارف ان الشخص اللي بيدور عليه هيكون هناك. المهم المشهد بيقطع على اوما وهو ماسك الزعيم القديم من رقبته، لانه قال له مش هيمثل الشركه بتاعته في البطوله. لكن فجاه بيظهر واحد غريب ولبسه لوحده كفايه يقول لك نوع الشخص ده، شكله هيبي، الشخص اللي دايما صوته باين كانه مروق على الاخر. وعاده النوع ده في الانمي بيطلع واحد من اقوى الشخصيات، لكن هما ما يعرفش قواعد الانمي، فبيقول ايه اللي ده هيعمله بقى. والهيبي بيرد سيب الراجل، شوف بقى حركاته، شوف اللعب برجله، وهما تقريبا 0 من 27 لغايه دلوقتي. بعدها واحده بدات تتكلم عن ان سجل الهيبي 39 انتصار و15 خساره، وال15 دول كانوا لانه نام متاخر. كان واضح ان هما سال سجنه تاني لانه داخل ينهي الموضوع، بيصد الضربه وبلوك ممتاز. بس الهيبي كان بيقول اوه كده انت اسرع، يلا نشوف من اسرع بقى. بيصد 3 ضربات ويفاد الهوك، وهما يحاول يضربه بشويه لكمات بس الهيبي يراوغها كلها. وهما يحاول يستخدم قوته ضده لكن الهيبي ما بيقعش في الفخ. بعدها بيلاحظ اسلوب القتال بتاع اوما ويقول اوه ده اسلوب نيكو، ما المفروض الاسلوب ده خلاص راح عليه. اوما ما بيستحملش ويساله انت بتقول ايه، لكن بصراحه اوما كان هيتبهدل لو الزعيم القديم ما قالش للهيبي يوقف. القبضه اللي كان ماسك بيها رقبته ما فادتش باي حاجه. بعدها الزعيم القديم قال له بص مش هتقاتل باسمي، لكن ممكن تدخل البطوله بشرط ان ياماشيدا هنا يبقى موظف كينجن، والموضوع هيكلف 600,000 دولار. لو مكانه ما كنتش هقول كلمه واحده، كنت هقوم وامشي على طول. الرقم ده مش في قاموسي، وحتى لو كان هتتوقع ان اصرف 600,000 على كده؟ نص
نص مليون علشان واحد يصفي حساباته مع حد؟ لا يا معلم، انا قابلتك الاسبوع اللي فات بس لحسن الحظ الزعيم القديم كان معاه الفلوس في جيبه، فدلوقتي في ماتش لازم يحصل عشان يتاهل اوما ويبقى موظف. اوما هيلعب ضد واحد، وصراحه في نوعيه العروض دي لو بتستخدم كاراتيه اكيد هتاخد اهانه بشكل او باخر. يا ساتر، جمجمته اتسحقت وبقه اتنقل للجانب التاني من وشه، اكيد مش هيقرب من الجوانتيات تاني في حياته. بعد كده المشهد بينتقل لاسابيع بعد ما هو خف تماما، لكن بيسترجع اللي حصل اليوم ده وبيفكر في الشخص اللي عايز يقتله اكتر حد. بس فجاه الراجل اللي كان بيدور على اوما ظهر. في الاول اوما ما كانش عارف ده مين، بس فجاه افتكر ده تلميذ الراجل اللي قتل معلمه. الراجل ده كسر دفاع اوما بكل سهوله، بس لما فكرت طلع هو الهيسوكا بتاع العرض ده، ماسك اوما في كل حته، والاغرب ان اوما مش بيقاوم. انا اقول ايه لو راجل بلغ يحط صباعه على شفايفي ويقول لي هش. الراجل قال لاوما انه مفيش داعي يكمل بحثه لانه قتل الشخص اللي كان بيدور عليه، يعني قتل معلمه بنفسه، ودلوقتي عايز يخلي اوما ينتقم منه. لكن اوما كان رده انتقام، انا مش بعمل كده عشان الانتقام، انا عايز اتخانق وبس. قال له ان معلمهم الاثنين خسروا لانهم كانوا ضعفاء، لكنه اقوى منهم بكتير. وبيكمل كنت بدور على معلمك عشان اثبت اني اقوى، وكل الناس اللي بتدعي انها الاقوى بتعصبني، لكن دلوقتي عندي المسرح اللي اوري فيه لكل مكانهم. هوريك شغلك في البطوله، استعد يا غريب الاطوار. الكلام ده لمس الراجل بطريقه غريبه وبدا يتصرف بشكل غريب. ده راجل كبير على فكره. وبعدها قال جمله غريبه جدا: وفي اعماق يأسي من خسارتك هيبقى عندي الفرصه لافرغ مشاعري. هو ده اكتر شخصيه شاذه شفتها تقريبا من الخمسه الكبار في القائمه الغريبه دي. المشهد بعد كده بينقل ليوم البطوله. قبل ما يمشي اوما بنعرف ان ياماشيتا عنده ابن قاعد في البيت بقاله 10 سنين مش بيخرج. جه يقول له انه هيغيب كام يوم، بس المفاجاه ان ابنه ده بنى امبراطوريه من جدران اوضته، لكنه حاطط حد تاني كرئيس قدام الناس عشان يقدر يتحكم من ورا الكواليس. والمفاجاه التانيه ان الابن قرر يشارك في البطوله كمان، واستاجر عائله كوري عشان يقاتلوا باسمه، والعيون بتاعتهم عامله زي ايدو تنسي، باين عليهم مشكله كبيره. نرجع تاني لاوما والناس اللي ادعوا يروحوا الرحله الفاخره، اما اللي دفعوا علشان يدخلوا كان لازم يركبوا سفينه بايظه. المقاتلين اخدوا اوض خاصه ليهم عشان واضح ان العدد كبير قوي للبطوله، فكان لازم يتخلصوا من الام بي سي اس الشخصيات الثانويه عشان بس 5 اشخاص يكملوا. للاسف شورتي اتقفلت في اوضه وهي بتحاول تمدى ايدها بميه، بس ما تقلقش هتكون تمام. في نفس الوقت الاثنين دول بيجروا عشان يضربوا بعض، فاير فريندلي. بعدها شفنا لوملي في ظهره، لكنه قال انه عايز يحتفظ بالاعاده للمسرح الكبير. فدلوقتي هم بيعملوا دويتو، ضربه يمين وضربه على الزباله، خلاص خرج بره عالمنا. اتضرب لكمه واحده طيرت روحه. شفت اوما هو بيشحن الايركات بتاعه، يا عم ده مات، جمجمته اتفصلت عن جسمه، الضربه شلته من على الارض. وبعدها بننتقل لمليون اللي شغال متنمر، والغلبان ده اتبهدل اول ما مليون حط له كفه على دماغه، لحظتها اتكتبت نهايته. وبعدين بيظهر سوبر نيجا على الساحه، اوما بيتفادى الضربه الاولى وبيرجع يلف ويصد الثانيه. بعدين عملوا لنا شرح كامل لقدراته، والملخص انه بدل ما يقاتل زي الحيوانات بيقلد الاسلحه زي الرصاص والصواريخ والحاجات دي، وبيقولوا انه ما عندوش نقطه ضعف. لكن للاسف اوما عنده اسلوب قتال قوي جدا بيعتمد على العكس ريفرسال، وبيبتسم له كمان. الراجل ده طرف الهوا عشان يتغلب بضربه في الظهر من اوما. وهو كده الشخصيات الثانويه خلصوا، والمتبقي ال5 وصلوا للمرحله الرئيسيه. بعدها واحد شال القناع بتاعه: يا عم انت كبير قوي على الحركات دي، بطل تهز وسطك بالحركات دي. لكن المهم الراجل ده بدا يسال القائد عن فايده كل اللي حصل، لكن القائد رده كان: انا ما بتكلمش مع الفقراء، واترمى بره السفينه بواسطه شخصيه خلفيه. كده كلهم على السفينه، بس ده مش معناه انهم بامان، لان المقاتلين مش بيتسجلوا رسميا غير لما يوصلوا المكان المحدد، يعني ممكن يستبدلوهم. وده اللي حصل فعلا. كانيدا طلب ياخد مكان مقاتل تاني، هيمورو قال له ماشي هخلصها بسرعه، بس اوعى تزعل. قال له ما تبقاش كتكوت وبتجري بلسانك. هيمورو قال له لو صمدت جوله واحده هديك مكاني. تمام يلا يا معلم. افضل حل عندي دلوقتي هو ركز على ايده الشمال. وبدايه المعركه كان بيضرب بضربات يمين وشمال، الشمال اتصد لكن اليمين خبطت في بطنه، صد ضربه ثنائيه لكن الشمال كان اسرع بكتير، صد اليمين تاني لكنه لف برجله اليمين وركله. الولد ما كانش مستعد ياكل كومبو بالشكل ده، لكنه على الحذر دلوقتي، يمكن الوضع يتحسن. صد اليمين واعتقد انه صد الشمال، بس دماغه كانت هتتنسف. انقذ ضلوعه لكن الراجل نزل عليه بضربه من القمر. الكتف بتاعه هيقعد يوجعه اسبوعين على الاقل. الراجل كررها وصد الضربه، لكن معصمه اكيد هيبقى فيه الم. الضربه اللي خبطها في جسمه شالته من على رجليه شويه، وبعدها ضربه على دماغه تاني. والكتف ده كده هيحتاج شهر علاج، الحراسه خلاص وقعت، متاكد ان صدره بينزف. الراجل بيبتسم كمان والحراسه راحت خلاص. وضربه القمر المره دي كانت على رقبته، نص جسمه الشمال كله بيؤلم، محتاج يشرب حاجه فورا، ودراعه اليمين محتاج جبيره. قفلها بلكمه في الجبهه لكنه ما خلصش، رجع يكرر الكومبو وبيستغل الحراسه اللي ضعفت، لسه مكمل وضربه في البطن. الراجل ده
كان ماشي حافي طول الوقت ده؟ ازاي كنت على السفينه من غير جزمه؟ لازم حد يقبض عليه، اللي عنده مناخير هيتعذب معاه. بس قام تاني وحتى نزل ضرب عليه. هيمورو رجع يتنمر عليه، لكنه لما حاول يضرب الركبه الراجل عمل كونتر مذهل. عمل الحركه دي كانت خرافيه، وقع هيمورو على ركبته كمان، ودي اللحظه اللي خلت هيمورو يحترمه كمنافس. دلوقتي قرر يستخدم سرعته، خد نفس وجاست يمين على جنب الراس، صد الضربه وحاول يرد بضربه لكن لا، جاست اير كات وكوع، شغل خرافي. وبعدها اكلوا ضربه ثنائيه والحراسه بتاعته خلاص قربت تنهار. غيروا الكاميرا لاول شخص وحاول يصد اليمين لكن ضعيف، صد الشمال كوع والدراع وضربه وثنائيه تانية. بعدها خد الركبه وركله على الارض وراح ينهيها بضربه اخيره. هيمورو بيكمل القتال بسبب كبريائه وحاول يضرب بكومبو بايد واحده، لكنه خد ضربه ضلوع اير كات، بعدها ركله على ذراعه اللي مكسوره. كان ايه ده؟ فجاه كان معاه شوركين، تفادى الضربه قبل ما حتى تطلع الركله. فعلا معاه شوركين. رجع خطوه وضحك في وشه وبعدها مسك دماغه كلها، ايد بتدعمه والتانيه ماسكه الفك، وبدا يرفس فيه حوالي 10 رفصات في وشه. واهو بقى المقاتل الجديد بدل الراجل ده وكسب المعركه. بس مهاره الشارنجان بتاعته بتتطلب انه يتبهدل الاول عشان يستخدمها ضد ناس مختلفه، ولو كان بيواجه حد زي ليميليون كان هيخلص لو حاول يصد. مع الراجل ده الصد مش خيار، مش شايفه يكمل في البطوله دي بصراحه. لكن في الوقت ده رجعنا للسطح العلوي ولقينا واحد غريب طالع. هو انا مش فاهم الجو عامل ازاي. الراجل لابس نورث فيس بالفرو ومعاه شورتات اقصر حاجه ممكن تلاقيها. مش عارف اذا كانت الدنيا 20 درجه ولا 80 درجه، لكن واضح انهم هنا للعنف وبس. ليميليون بيجري عليه وانك تخلي وشك يستخدم كحصيره ده عيب كبير، لكنهم راحوا على اوما وضربوا ضربه طايره اولى فاضيه. الثلاثه اللي بعدهم اتصدوا، بعدها اوما كمل دفاعه الممتاز، وبعدين حاولوا يقفزوا فوق ويضربوه وفكرت انهم خلاص قصبوه، لكن اوما مش بالسذاجه دي، تفادى الضربه ومسك التيشيرت بتاعهم وحاول يسحبهم لتحت. محاوله حلوه لكن وزنك 40 كيلو مش هتقدر تسحب حد. اوما كان ممكن يخلص عليهم لو ما وقفش، ووقف لانه لاحظ اللي بيقاتله بنت. وبعدها هي بتقول انا عايز اخلف منك. اوكي، واضح ان الموضوع خرج عن السيطره. الراجل خدها وهرب بسرعه. شايف وشه ده؟ وش واحد شاف حياته بتعدي قدام عينه وهرب بكفاءه. المهم دلوقتي كل المديرين اجتمعوا عشان يحددوا الماتشات، واول ماتش كان اريمين ودوهم مداخلات وكل حاجه. بعدها شفنا خصمه، وده ايه؟ رونالد ماكدونالد ما كانش بيدفع كويس لدرجه انك لازم تشتغل شغلانه جانبيه. ومقاتله اسمها ادم ديدلي، الراجل شكله مستفز وعنده غمازات. قلت يا عم مش ناقصك. والماتش بدا، ارمن جرى عليه ووقعه بضربه على الراس. بعدها بدا يتنمر على الحراسه بتاعته ووقفه في مكانه، ضربه بركله. وايوه رغم انه صغير لكن ضربته مؤلمه. ادم راح يلعب باوضح ضربه في التاريخ. ارمن تفادى وشغال على ركبته. الكاونتر جيم بتاعه رهيب. ادم بيكرر نفس الحركات الغبيه اللي بيرميها طول الماتش، بيحاول يعمل حاجه زي الثعبان ويدخل صباعه في عينه. لا يا حبيبي، وقع على الارض. لكن ادم قال له ما تفتكرش انها سهله كده، لازم تخلص عليها قبل ما تحتفل. وبعدين بدا يضرب في الحراسه بتاعه ارمين لكنه مش قادر يلاقي فتحه يهاجم منها. ادم حاول يرمي ضربه مدمره، ارمين تفادى اغلبها لكن حتى الاحتكاك عمل ضرر. دلوقتي رغم اني كنت بقلل منك طول الوقت، بس قيامك بالشكل ده كان جامد مش هكدب. ارمين بدا يستخدم سرعته ويضرب الحراسه ويحاول يضعف رجليه، لكن ادم ضربه ضربه زي بتاعه انكل ارون. يا ساتر، الضربه كانت قويه لدرجه انه طار 12 ادم في الهواء. الضربه دي محدش كان هيقدر يحرسها، لازم اقوى سرعه. ارمين فعلا قفز في اخر ثانيه عشان يقلل الضرر، رجع جري عليه وضربه في الورك واكله وجبه ثنائيه. بعدها هجم على بطنه وحرك نفسه للناحيه الثانيه بنفس الاسلوب وختمها بخبطه يمين للحراسه والشمال. ضربه في رجله وقفزه ثانيه لهير كات اتصدت. هو بس بيحاول يزود الضغط عليه. شد حيلك يا باشا. بلو رجع يجري عليه وخد خدش في خده، وبعدها بيقول ارجع يا جبان. خلى الولد ماسك فكه. جه وقت اوريك اللي اقدر اعمله بجد. وفجاه الولد قرر يعمل سوبر ساين صناعي. معرفش حتى ازاي عمل كده، كان عنده جل في جيبه ولا ايه. المواجهه اللي جايه هي اللي هتحسم الماتش. الاتنين جريوا على بعض. مفيش انك تعمل سوبر ساين مضروب عشان تتغسل كده، والحكم مش هينهي الماتش. احنا بنتفرج على جريمه قتل هنا ولا ايه؟ خلاص كفايه حكم. لا لسه بنبدا. وطلع انه كان في جنجسته طول الوقت. ارمن كان حاطه في خانه وشرحوا انه مهاره ارمن هي انه بيختفي في 5 من 10 ثانيه من النقطه اللي عامل اي حد. المهاجم بيشوف اللي مخه بيصدق انه حصل، لكن في النص ثانيه دي ارمن بيحطه في خنقه. يا جدعان ارمن شيطان كونتر. الماتش اللي بعده بقى عندنا مشرف ديسكورد رقم 237 ضد بروس وين. وايوه لما بقول كده قصدي انه فعلا باتمان بس اللي بيقتل. شفنا شويه قصه عنه، الراجل لابس بدله وبيصفي المجرمين وهو بيتكلم عن العداله، بس هو مش بيخلص عليهم وبس، ده بيعملهم عبره. وهو بيقاتل بيج برو كان بيحلل القتال بتاعه علشان يغش تقريبا. بيقدر يعرف فترات تنفسك ويعرف بالظبط امتى تكون ضعيف. وبيج برو كبير قوي لكنه سريع بشكل غريب. رجع يجري عليه، وعمري ما كنت اتخيل ان اشوف حد بيستخدم تنفس الشرطه. بيغير اتجاه الضربه ويشوف شغل القدمين، صد تفادى غير الاتجاه. وبعدها بيج برو بدا يزعق ويفقد اعصابه.
جري عليه تاني وغير الاتجاه وراح ضربه بدراعه، وزي اللي مليون يقدر يقطع بس بيعمل ده بمفاصله. رجع يجري عليه تاني عشان ياخد نفس المعامله على الذراع التانيه، وهنا شرطي خلصت التحليل بتاعها، ضرب الركبه، بونش في البطن، وبعدها كف في الوش. بيقول يا سلام الثلاثيه دي كانت حلوه، خلينا اكررها. حاول يمسك القماش بتاعه لكن سام هاو شاله ورجع ضرب الركبه تاني. وفي اللحظه دي شفنا اتنين بيتفرجوا ومش فارق معايا هم بيتكلموا عن ايه. لو انا مكانه مستحيل اتكلم مع الراجل ده. اولا كسرت دراعي ودوست على وش برجلك اللي ريحتها بشعه وخدت شغلانتي. احنا مش اصحاب ولا هنكون. في الحقيقه انا هكون عامل خطه لاسقاطك دلوقتي حالا، اخليها مهمتي انك ما تكسبش اي حاجه. نرجع للماتش. بيج برو حاول يلطم اللي حصل 3 صوابع في دراعه بدلا من كده. حاول تاني، تفادى ضربتين تسليم وضربه بخطوه للخلف، ركله للركبه، ودلوقتي رايح على الضربه القاضيه. ماسك وشه وباصص في عينيه بشكل مباشر عشان يتاكد انه عارف ان الموضوع شخصي. كمان واخد وضعيه مثاليه للكاميرا. لكن قبل ما الحكم يعلن نهايه الماتش الولد صاحي. النسخه الحقيقيه منه رجعت، النسخه اللي كانت اقوى واحد في قريته وتقمص اندرا. دلوقتي سرعته زادت بشكل رهيب عن قبل كده وبيحطم الحراسه بتاعته. التحليل اللي عمله بروس مش هينفع معاه دلوقتي، وطلع ان زملاء قريته جم يتفرجوا على الماتش كمان وكانوا واقفين بيقولوا هو ده مش شكله اللي نعرفه من زمان. واحد قال اكيد المدينه بوظته، وانا واقف بقول يا عم ما تمثلش البراءه، انت اكيد كنت بتجرب شويه حاجات كده، شايف عينيكم انتوا اكيد كنتم بتشربوا حاجه غريبه. وفي اللحظه دي اكتشفنا ان بروس كان بيكتم قوته الحقيقيه. الراجل قاتل لكنه ما كانش بيستخدم تقنياته القاتله، ولما قرر يقول كفايه كده كان هيخلص على الولد. الاصابه في ركبته رجعت تاذيه 700 باوند ضغط على الركبه، مش تركيبه كويسه. ومع باتمان اللي بيلعب دايما على الضربات السفليه والركبه لازم تنهار، اعتبرها رحمه كان ممكن يبقى اسوأ بكتير. بعدها قابل بروس حبيبته. يا راجل لسه قايل عليك باتمان ما ينفعش تعمل كده. والصفعه اللي ضربها كانت قويه لدرجه انها جرحت شفايفها، بس بعدها قال لها اديكي فرصه تانية. مسح الدم من وشها وقال لو سمحت كفايه جنان. المهم ريان دخل على واحد وهو في الحمام. مش هقعد اجمل الموضوع ليه مليون اتدمر. المنظر جوه كان زي مذبحه، واللي واضح انه كان كويست جانبي سريع لانه كان عنده ماتش بعدها على طول. المره دي بيواجه واحد اسمه موكيشي اللي جاب اخته معاه الماتش لاي سبب كان. ريان رجع خطوه لورا، ضرب سبيننج باك فيست، صد ضربتين، تفادى الايركات، صد ضربه مزدوجه ورد بركله قدام. موكيشي نزل راسه عشان يتفادى الركله الدائريه وضرب الراجل في نفس الوقت اللي بيتفادى فيه اللكمه. طريقه عبقريه، لكن ريان مش بيلعب بنزاهه، عض ايده وجري عليه ورمى دمه عليه. لو انا مكان الراجل ده اصلي انه ما عندوش اي مرض. بعدها مسك كتفه وشحن ضربه جامده عليه. الجزء الغريب هو انه لما كان موكيشي بيضرب هاي ميكر على راسه سام هاو ريان قدر يشبك صوابعه معاه، وبعدها بدا يلف دراعه ويدخل عليه اكتر، ويقول انه ممكن يكسر دراعه بمنتهى السهوله. يا نهار ابيض انت بتهزر ولا ايه؟ بعدها يمسك هدومه ويحاول يضربه بهيد بوت ووشه بيقول بجد دلوقتي. بعدها قال له استنى عليا شويه يا غبي. ضربه مرتين على الحراسه لكن الثالثه كانت في معدته. يا ابني بطل كل ده بلوك. ماسك الضربه في بقه يتفادى بعدها لكمه لحد ما راح وقع على الارض بشكل مضحك. امسك دي يا فاشل. حاول يرمي ضربه لكن اتعمل فيها ريفرسال ووشه خبط في الارض بقوه. دلوقتي اكيد شايف كل جزيئات التراب. بس الشخص اللي هزم لمليون مش هيخسر كده قدام شخصيه جانبيه، وبيبان ان عنده فورمه مشابهه لاي حاجه كان بيعملها قبل كده. يا ساتر. المهم بدا يسرع الخطى وواضح انه الموضوع هيبقى كارثي. ما اديش له فرصه حتى يستعيد نفسه. رجب في معدته يمين وشمال ضربتين على الحراسه، بس قال له مش كفايه كده وركز على الجزء السفلي. بيمسكه من الكتف ويضربه بهيد بوت، وبعدها يديله 2 بيس يشيله من رقبته ويرميه على الارض ضربه عنيفه. موكيشي لسه هيطلع من الحفره ويجري عليه لكن فورا بياخد ركبه في وشه. اما ريان ما بقاش حتى يحاول يدافع، هو بيتلقى الضربات زي ما هي. وفي نفس الوقت اخت موكيشي قاعده تتفرج على المذبحه اللي بتحصل قدامها، واخوها بيتحطم قدام عينيها، لكن تفكيره في اخته اعطاه القوه اللي محتاجها. وبيعمل تقنيه ريستو السريه صباعين، بس للاسف يعمل فلاش باك في دماغه بس عشان ينتهي بضربه قويه تانية. بيتشال من رقبته تاني. واو ده شيء مأساوي. مش عارف اذا كان مات فعلا ولا لا، بس لو مات حظ سيء جدا. المهم اخيرا هنشوف اوما وهو بيقاتل وضد نسخه ال لو ال ما كانش بقى محقق. الماتش يبدا تفادى، وهنا بتظهر اهميه الوزن. الولد الصغير مش قادر يتعامل مع الضربات الثقيله وبتبص على ايه تحت، لكن ال عنده شويه حركات في جيبه برضه. بيدخل عليه وتفادى ومنزلق تفادي، لا يرجع لورا وينزل على الركله الدائريه ومتابعه فوريه وتفادي. خد يا غبي. والمعلق بيقول انه ماتش متكافئ، بس الحقيقه اوما مسيطر تماما. بيدخل عشان ينهيها لكن ال مش هيخرج بسهوله كده. بيفلت هنا وبيحاول يلف حوالين الخصم بس لا رجع يلف تاني. بيتفادى اللكمه الدوره ويدخل على الهجمه التاليه على طول. والمعلق قاعد يتكلم عن ان المعركه متكافئه، بس اوما فعلا ماسك دماغه دلوقتي. بيحاول ينهيها بضربه
ضربة قاضية، بس يا عم ده مش هيستسلم بالساهل. طلع حركة الافتر ايمج، الحركة دي كان ممكن تشتغل، بس المشكلة انه بيواجه اوما وتقنيته الاساسية انه البطل الرئيسي. يعني انت ممكن تقاتل باسلوب معين، هو هيقاتل احسن منك. تمشي بطريقة معينة، لا هو هيمشي احسن منك. بيبدأ ينقر بلسانه ويقول لك عشان يظبط التوقيت، وفجأة يخبط فيه ضربة تخليه يترنح. ازاي ده اشتغل؟ معرفش، ده اوما حتى لو عمل قنبلة روحية هقول عادي، اكيد لا طريقة ضد ضربتك، فاهم؟ عادي. بس بعدين يسرق حركة ال ويبدأ يجلده جلد. المعركة دي كانت مش عادلة خالص، لحد ما قال استخدم تقنيته الأخيرة، وتقنية الشعر الطويل كانت لها لازمة. وهما كان بيتحدف يمين وشمال ويتجلد ويتخنق بالشعر، لحد ما قال له تمام نجحت في الامتحان. وبعدها طخ جلد تاني. ايوه دخلنا في مورتال كومبات، كل عظمك هيتكسر. اللي بيجرب ضربة الاكس كيك، بس فجأة الميلاتونين بيشتغل وبيتلقى ضربة في راسه. وبصراحة ما تقوليش انه ما كانش ميت في اللحظة دي، بس اوما قال استنى خلينا اتأكد انه عنده ارتجاج في المخ. الضربات شكلها مرعب يا جدعان. بعدها اوما بيمشي بكل برود ويقول لو فكرت تقاتل تاني تعالالي، بس انا مش متاكد انه فاهم ان الولد ده ما سمعش ولا كلمه، حرفيا مغمى عليه. بيكلمه كانه ما عملش اقوى ضربه في حياته، ممكن يصحى يتكلم اسباني يا راجل. وبعدها نكتشف ان موكيشي فعلا لسه عايش، وطبعا دكتور فاسد هو السبب، فغالبا هيبقى له دور عشوائي بعدين. والمسلسل ده مليان شخصيات من اتاك اون تايتن. القتال اللي بعده راينر ضد شخص ما يتفرقش لانه عنده هجمه واحده بس، وكانهم عارفين انه هيتغسل علشان القتال اللي بعده بدا على طول. واخيرا نشوف سوادا بيخش في المعركه قدام سوبوبيفيتش، باين انه اتنقل لعالم تاني بعد اللي عمله فيه بوبي، بس ما اتقتلوش اصلا. نشوف الكواليس ونعرف ان مدير سوادا اضطر ينسحب، بس بيرجع يضربه ويوقعه وكان متعصب. الراجل التاني بيحاول يقف، بس سوادا بيقول لك 3 عليا انا متعود. يقعد يطير في الهواء ويقفز هنا وهناك، وفي الاخر وشه يترسم في الارض. وكريت الشخصيات الغبيه في الانمي عشان تضربهم بقنبله نوويه ويضحكوا. بعدها سوبوبيفيتش يدخل يتحمس وياكل ضربه نهائيه على طول، بس عادي بيبلعها. وقبل ما ندخل في القتال اللي بعده بنشوف بطلنا بيكح دم. مش معقول كده، ما تقوليش انه خد لعنه الاوتشيها، هم فعلا ادوا له مرض يتاتشي. يا جماعه محتاجين نرفل الشخصيه دي، كان قوي بزياده. ازاي نعدل البناء في التحديثات الجايه؟ ولسه واخد بالي ان هو وباكي لابسين نفس التيشيرت التعيس ده، الفرق بس في اللون، فعلا بيشتروا من نفس المحل. في القتال الجاي عندنا المرتزق الافريقي موتابا بيواجه واحد ما اعرفش اسمه بصراحه، بس باين عليه عنده مشاكل في دماغه. بيدخل يجري على طول ويوقع موتابا، بس مش فاهم ازاي تمسك حد وتبقى انت اللي بتتاكل ضرب. الوضع كان غريب. المهم بيبدا يخنق موتابا، وفجاه بيبتسم ويطلع عينه. ايوه دي محتاجه تتشال من النسخه اللي هتتعرض. بعدها كمان بيغرس صباعه في ودنه، بس زي ما قلت عن الشخصيات الغبيه مش بيحسوا بالالم. قال لك يلا نركب الملاهي، وطلع عين موتابا الاثنين، بس موتابا قال له استنى هوريك انا اعمل ايه. اللي حصل بعد كده حسيت بيه من الشاشه. وفي النهايه موتابا راجل برضه ممكن تشيل عينه وودنه، بس لما تيجي على الحاجات الحساسه مهما كنت كراتوس دي هتوقع اي راجل على ركبه. بس اللي لازم تعرفه عن موتابا انه متعود على القتال اعمى، يمين شمال شير دراعك من عليا هوب هوب تحت، بعدها يضربه بكومبو 10 ضربات يخليه يطير في الهواء. موتابا ده رسميا في التوب 3 عندي في الشخصيات، لانه زي توف بس اكتر بقوه كتير. الراجل اللي قدامه بيحاول يرجع يصلح كوعه ويجري عليه وياكل شوت يتحول لضربه سبايك، بس موتابا بيديله كعب في الجمجمه، حركه سريعه ويحط حفره في رقبته. وبرغم كده الراجل لسه عايش، بيرجع يجري ويحاول حركه الامساك، بس موتابا بيعكسها وبيمسك راسه كلها ويقول لك وداعا. وافتكرت انه خلصها كده، بس لا، بينهيها بادخال صباعين في جمجمته. وبالطبع بيختم المشهد بالوضعيه البطوليه في النهايه. بعدها الكاميرا تروح على اوما، ومش ممكن تكون بطل انمي قتالي من غير ما تعمل تدريب ذهني، فكان بيتخيل انه بيقاتل بعض الخصوم اللي شافهم في البطوله، بس في اللحظه دي بيتخيل معلمه القديم اللي اخترع اسلوب النيكو. بيتخيل نيكو بنفسه، والقتال ده بيورينا ان اوما كان بيستخدم نص القوه بس من اسلوب النيكو، زي الحركه بتاعه الزهر الفايبرانيوم، طلع هو اصلا سيء فيها، واللي استخدمها عليه قبل كده كان مجرد ضعيف. بعدها بيعرض عليه حركه تانية اسمها اصابع الفايبرانيوم، اللي ممكن بسهوله يكسر بيها عظام خصمه. هما بينافس حركه سويب كيك، بس نيكو كان سامحه يعملها عشان يعرض عليه حركه تانية اسمها ويلو، واللي هي حركه ازعاجيه تخلي الخصم يتلخبط. وبطبيعه الحال لما هما يحس انه محاصر هيطلع الحركات الغريبه بتاعته. عمل كل ده عشان يتجلد. وكان في لحظه صغيره لما نيكو قال له بص صدقني في اسلوب النيكو بتاعي، بس اوما قال له لا ازاي صدقك كنت اساسا اتقتلت. وهنا بدا يتضح ان هدف اوما في انه يكون الاقوى اعمق من كده. هو مش بيحاول يثبت قوته لنفسه، هو بيحاول يثبت قوه اسلوب النيكو، وبيثبت انه معلمه كان قوي اكتر ما بيثبت قوته هو. بعد ما خد علقه محترمه اكيد هيبطل ياخد الحبوب دي عشان كل مره بيستخدمها بتكلفه كتير، وده سبب انه كان بيكح دم قبل كده. لكن في القتال الجاي اخيرا هنشوف الولد الغريب ده ممكن يعمل ايه، وبيواجه واحد تاني. بس ازاي تتحول من لبس صيني جامد لكده؟ بقى عامل زي رائس في كباريه. يا ابني التيشيرت المقطوع ده اكيد مكتوم عليك. المهم بيدخل في المعركه وبيبدا يضرب
بيضرب بستايل وبيقول لنفسه انا متفوق في السرعه، بس لا، اللي قدامه عدل عليه الكلام فورا. الراجل بالعافيه قدر يتفادى الضربه، ولما الكتف الشمال خلاص راح اضطر يغير وضعه. ولما الولد الغريب استخدم حركه البلاينك تاني قال له ماشي خلينا اشغل بياكوجان، قرب منه وقال له انت جبان. الولد الغريب قام واقف والتاني قال له اوه شكلك اقوى مما توقعت، بس هتدفع ثمن اللي عملته. طلع لما طار بعيد كان خدش صدره وهمس في ودنه كلام غريب لدرجه ان الولد الغريب ما قدرش يسكت. الراجل صاحب ستايل جديد بسبب الهمسه دي، اللي بيلبس كانه راقص يرجع تاني يجري عليه، بس الولد الغريب قرأ كل حركاته بسهوله واستنى شويه بجد بقى جامد. ايه الحركه دي؟ فضل في الحاله دي احنا عايزين نشوف النسخه الجديده دي. لكن التاني بعد ما جاب 0 من 27 محاوله اتشقلب بيد واحده. قام تاني وقال له ما تاخدش الموضوع بثقه زياده، المعركه لسه في بدايتها. ليه خد كل الوقت ده؟ علشان يلاحظ انه وراه. الكلام في الهوا ما كانش كفايه، بس قال ماشي خلينا خلصها بقى، لو عدى منها يبقى دي خرافه. فاكرين الراجل اللي كان في الاول؟ ايوه هو كمان اتغسل. قلت لكم انه هيتغلب. كان بيتعاقب بالجابات اللي بياخدها، قدرته بتعتمد على انه يتضرب. النتيجه كانت واضحه من الاول، واللي كان بيقاتله اصلا ما كانش جاد، لحد ما كان ده قال له لا يا عم قاتلني بكامل قوتك، والتاني كان بيرد عليه لا ايوه لا ايوه لا ماشي حقك عليا. دلوقتي في القتال اللي جاي هنشوف فانج، الراجل المعروف بانه الاقوى واللي غالبا هيكون الزعيم الاخير في البطوله، وهو بيواجه اوكوبو. انا لو مكانه كنت هكره اليوم اللي قررت اشارك فيه. اول مباراه ليه ضد اقوى واحد في المكان، الراجل اللي عنده سجل 157 فوز بدون اي هزيمه. اوكوبو بيقرب وبيعمل فيك يمين ويجرب حركه الامساك، بس فانج بيشغل الارت ويعكسها. انفه بينزف ويشير رجله والرجل فورا بتتحطم. اوكوبو بيبدا يستعرض مهاراته في التفادي، لكن بياخد ركله دائريه على دراعه والدراع فورا بيتحطم. بيجرب الضربه من فوق لكن فانج بيمسك جمجمته ويديله ضربه بالركبه، وما وقفش هنا، حاول يكررها كتير لكن اوكوبو يعمل حركه عكسيه مجنونه ويطيره في الارض. قال لك بقى هنلعب مصارعه. وعلى مدار ال 40 ثانيه الاثنين كانوا بيعملوا ماسكات وردود افعال، حركه بحركه وماسكه بماسكه، وكل واحد مش عاوز يستسلم. لكن في لحظه فانج ساب له الموقف واداله فرصه يركب عليه كده ببلاش. انت عملت كده بس عشان تخبطه بالطريقه دي؟ قلت لكم الانمي ده مليان ناس غريبه. قال له ضرباتك رمياتك حركاتك كلها انا فهمتها، ودلوقتي طالما عرفتها مفيش اي فرصه تفوز. بس استنى، ده كان دوبل فيك. رجع اللقطه تاني بسرعه، فيك يمين راح لحركه امساك ورجع لكمه. لا دي لازم تكون ضمن افضل 5 حركات شفناها في فيديوهات القتال دي. بعدها بيديه حركه امساك جديده وياخد منه 4 ضربات متينه قبل ما فانج يطيره بعيد. اوكوبو بيرجع يجري وبيعمل حركه امساك وهميه بتضربه في الفك. لا بصراحه حركات الفيك بتاعته عبقريه، بيدخل عليه بالضربه اليسار وبعدين يعمل حركه كانها ركله بس بتتحول لرميه. فانج يعكس حركه الخنق بسهوله وبيهرب من الضربه المستقيمه ويطير اوكوبو في الارض. قال له انت غبي. بصراحه الاداء ده من اوكوبو كان اسطوري، مع اننا عارفين انه هيخسر لانه فعليا بيواجه الزعيم الاخير، لكنه كسب احترامنا. فانج قام وكان بيضحك، ابتسامته بعد ما خد شوت في دماغه حاجه تخوف. يعمل سرعه خارقه مش هتمسك بيها يا صاحبي. بالكاد قدر يحمي نفسه، وفانج كان مستمتع وبيهن دفاعه. بعدها قال له فاكر لما طيرتني؟ وكان على وشك يدخل طور السوبر ساين، لكن لاحظ انه خلاص ضربه لدرجه انه فقد وعيه. بصراحه لازم نديه حقه، كان بيواجه اقوى واحد في المكان وكان بيرد عليه ضربه بضربه. بس ما اقدرش اقول نفس الكلام عن اوما ظهر في مواجهه فانج وكان الموضوع اكبر منه بكتير لدرجه ان خياله نفسه كان بيقول له انه غبي. وبعدها اوما اتبهدل تماما. ودي بدايه الجوله الثانيه، بس في معركه واحده بس اللي عايز اتكلم عنها، وبسرعه هنعدي القتال اللي بعده. ارامين ضد بروس. صحاب ارامين اكتشفوا ان بروس كان بيغش، فوقفوا البنت اللي كانت بتديه اشارات. بس لما عملوا كده بروس دخل مود باتمان بالكامل وبدا يحاول يسبب اكبر ضرر ممكن، لدرجه انه فعلا كان مرعب ارامين. لكن ارامين كان زي استنى انت مش باتمان فعلا، وبعدها مسكه من رقبته وخلص عليه. بعد كده بنرجع لاوما وياماشيتا لما رئيس عيله الكوريا ظهر، لكن ما كانش لوحده. كان بيقول لي ياماشيتا تعالى نلعب لعبه والجايزه هي حياه ابنك الكبير. وطبعا ياماشيتا ما كانش فاهم هو بيتكلم عن ايه، فشرح له الموضوع كله وان ابنه هو اللي كان بيشغلهم في السر وكلام كتير. بس حتى عائله الكوريا نفسها ما عرفتش عن ابنه غير مؤخرا. فقال له بص ابنك بيلعب العاب فاكر ان الدنيا سهله. الواد بيضحك علينا بشويه خدع زي السي او المزيف، عامل فيها جامد، بس عشان اللعبه وبحبها هديك فرصه. لو اوما قدر يهزم ريان هسيب ابنك هيعيش. وصل يوم القتال وطبعا ياماشيتا قاعد يلوم نفسه على اللي بيحصل، فطلب من اوما انه يكسب باي طريقه، ولما البطل يمشي من غير ما ينطق ولا كلمه تبقى عارف انه داخل على الجد. ريان دخل المعركه جري وقال له على مهلك يا غبي، بس اوما قال له لا يا حبيبي هضعفها. وبدا اوما يضغط عليه شكله عايز يخلص المعركه بسرعه. ريان حاول يمسك ايده لكن اوما قال له ركز في جواهر حياتك، ومسك وشه بطريقه تخوف، والواد قلبه اكيد وقع في رجليه.
غمض عينيه ولما فتحها لقى التراب في عينيه، وبعدها هما طيروا بالركله دي اللي عبرت بالخريطه وبدا يخبطوا يمين وشمال، وريان بيحاول يفوق بس الواد قال له يا عم اهدى شويه، لكن ريان كان عنده رد اخسار عليك. شوف بقى، مسك ايده وقلب على ظهره وكان هيخلص عليه، ومن اللحظه دي ريان قلب الموضوع عدم احترام، مسك وشه وخبطه في الارض واداله كوع على دماغه وركبه في وشه. الواد شكله كان بيحاول ينهي مسيرته تماما، رجع خبط وشه تاني وقال طب خلينا نجرب مره تانيه. وطبعا احنا عارفين لما اوما بيبدا يخسر هيستخدم التحول بتاعه، خصوصا ان ابني مشيت على المحك اكيد هيشغل التقنيه دي، والنسخه دي شكلها مطوره، لون جلده اتغير تماما وسرعه خارقه، ولاكتر من دقيقه ريان كان بياخد ضربات وكانه في لعبه فيديو. الكومبوهات اللي كان بيشوفها كانت كافيه انها تغير حياته، بس احنا عارفين ان ريان عنده تحول هو كمان. بقى الموضوع اشبه بقتال في دراجون بول، لحد ما الدكتور خرج وقال تحول اوما بيعتمد على قلبه، وكل مره بيستخدم التقنيه دي قلبه بيتعرض لضغط 5 اضعاف الضغط الطبيعي، وفورا جسم اوما بدا ينهار. بعدها راح ماسك رقبته وخرج اوما من الشكل ده، والواد الغريب اللي فوق قعد يهلوس، بس ريان برضه ما قدرش يكمل في شكله المتحول، وقال من احترامي ليك انا هموتك. بس دايما لما البطل بيكون على وشك الموت ما تقلقش، دايما في حاجه تحصل. الماستر دايما بيظهر في اللحظه الحاسمه، وده الوقت اللي بيكتشف فيه البطل الطريقه الحقيقيه لاستخدام قوته. ريان جري عليه واخد هجمه مرتده عنيفه، واخيرا هو بدا يستخدم تقنياته. بعدها لحقوا بلاك ميمين ونزل تحت مسك رقبته وخده في حركه خنق، بس ريان قدر يهرب. جري عليه فاكر الموضوع سهل لحد ما خد قبضه في وشه، حاول يصد الركله بس اوما مسح له رجله ورماه في حركه امساك بالذراع، لكن ريان هرب منها برضه. وده كان الوقت اللي فيه نيكو نقل اسلوبه بالكامل لاوما. اوما قدر يصد الضربه وفكله في الفك، لكن ريان رد عليه وخبطه بضربتين بالراس، لكن اوما رجع ركله بلاك ميمين للرقبه ومسح له رجله الثانيه وخلاه يقع. لاحظت الركفه في ايده، الركفه دي ليها معنى، بس اوما ما وقفش هنا، بدا يخبط فيه بلاكمات متتاليه لدرجه ان الحكم اضطر يوقف القتال. كان شعور حلو اننا نشوف اوما يكسب معركه باستخدام تقنياته اخيرا. يا مشيت اجري عليه بعدها، وده راجل احسن مني بصراحه. انا عارف انك لسه كنت بتحارب عشان حياتك وحياه ابني، بس مش هلمسك قبل ما تاخد دش يا صاحبي. لو عجبكم المسلسل ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان تشوفوا المسلسلات اللي جايه.